الحدث اليوم، كل اللي نفسك فيه. احنا هنا عند بوكس كهرباء تاني قام بيه مجموعة تانية من الطلبة دفعة سنة تالتة، وبيشرفنا دكتور خالد عويس ان هو طلع معانا في التصوير. ايه رأي حضرتك بقى يا دكتور؟ الحقيقة الأعمال مميزة، والحقيقة الواحد حس ببهجة وفرحة لما يشوف أولاده طلاب المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس قسم الزخرفة بيقوموا بهذا المجهود الجميل اللي هم فعلا هيغيروا حياتنا لشكل جميل ويدونا أمل للمستقبل. فالألوان الحقيقة مهمة جدا في حياتنا، بتخلي الطاقة الإيجابية موجودة. فأنا بشكر طلاب قسم الزخرفة الفرقة الثالثة بالتحديد، وبشكر أستاذ المادة المسؤولة عن هذا النشاط والدينامو المحرك لهذه المبادرة الدكتورة ريهام شلبي. ربنا يخليك يا دكتور، ما من غير حضرتك ما كناش عملنا حاجه. فرق البوكس حضرتك شفته وهو لسه ابيض، فرق دلوقتي وهو بالالوان. الحقيقه انا يعني ما كنتش باخد بالي ان في يعني بوكس كهرباء خالص. انا دلوقتي وانا ماشي في التجمع الخامس ورايح جاي بحاول عيني تضرب في كل بقعه موجوده في التجمع عشان اشوف الجمال اللي موجود، اللي هو كان بصمات طلابنا طلاب الفنون التطبيقيه بالتجمع الخامس. يعني نكمل بيهم ولا كفايه عليهم كده؟ لا دي حاجه رائعه، واتمنى في كل حته في البلد الواحد يمشي فيها يشوف فعلا اسم المعهد ويشوف الجمال اللي فعلا بايد الشباب اللي هم فعلا يعني مستقبل البلد. دكتورة ريهام شلبي، اهلا بحضرتك. احنا بنرحب بيكي طبعا جدا معانا النهارده، وبعدين احنا شفنا في التقرير الوان وحاجات حلوه ايجابيه كتير، ومعاكي نماذج من الشباب المشتركين معاكي في نفس المشروع، وشايفين انه الحياه بتتلون قدامنا، والالوان في حياتنا مهمه جدا. احنا مبدئيا بنشكركم ان كنتوا بتلونوا لنا حياتنا، وهبتدي معاكي بان تعرفيني على حضرتك. اتفضلي. ريهام حلمي شلبي، استاذ مساعد بقسم الزخرفه بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بحضرتك. وهتعرف كمان بضيوفي الشباب. اتفضلوا. يسرا عماد، طلبه بقسم زخرفه التجمع الخامس. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك. احمد حسن، الفرقه الثالثه قسم الزخرفه معهد عالي التجمع الخامس فنون تطبيقيه. طيب انا هبتدي مع دكتور ريهام. تعرفيني الاول على المبادره الهائله الايجابيه الجميله اللي بتحصل دي، وبدات امتى وازاي فكرتي في الموضوع؟ اسمحي لي اشكر الاول العميد المعهد العالي للفنون التطبيقيه دكتور خالد عويس، وكيل المعهد دكتور رمضان عبد الرحمن، لانهم من غير مساندتهم وتسهيلاتهم لينا ما كناش طلعنا بره ولا اشتغلنا. المبادره بدات بقالها شهرين مع الفرقه الثالثه، من خلال ماده انا طلعتنا بيها نشتغل، وابتدينا ننفذ تصميماتهم من على الورق على الاكشاك الكهرباء. بعد ما رحنا طبعا الحقيقه عشان نمشي قانوني وخدنا التصريحات ووافقوا وقالوا لنا اشتغل، فابتدينا ننفذ بقى تصميماتهم على البوكسات الكهرباء علشان نتفاعل مع المجتمع. طب اسمحي لي بس اسالك، اشمعنى بداتوا ببوكسات الكهرباء؟ احنا ابتدينا نشوف التفاعل مع المجتمع، ابتدينا بحاجه بسيطه عشان لو ما لقيناش يعني استجابه من المجتمع، طب نتجه انهي اتجاه، طب نعمل فين. احنا اتجاهنا ان احنا نعيش الحياه بالالوان، والمبادره مش مبادره لون بس يتحط على الحيطه او على بوكسات كهرباء، دي مبادره لون وتعليم وتفاعل مع المجتمع. طيب هو طبعا انا هدخل مع حضرتك واتكلم في كل نقطه من النقط اللي ذكرتيها دي، بس انا كنت عايزه اعرف مثلا يسرا، قولي لي انت ايه الحكايه، شايفه الموضوع ازاي؟ احنا في الاول كنا طبعا نازلين مع الدكتور ريهام ماده زي اي ماده في الكليه، يعني مضطرين، يعني حاجه عملي لازم نعملها، صميم يعني دراسه يعني او بالزبط. شغل.
بس بعد كده، بس هو مش ما قعدش فترة كبيرة الموضوع ده. بعد كده يعني كام يوم ابتدينا نحب الموضوع ده، الألوان. يعني محدش هيكره ان الحياة تبقى ألوان يعني. اكيد. فبقينا بقى ان احنا خلاص ننزل بقى ونقول للدكتور ننزل امتى ونروح فين والجروب كله بقى فيه حب كده. يعني في عمل جماعي او في بالظبط. فكره الفريق، بالظبط. العمل كفريق. بالظبط. طيب واحمد، شايف الموضوع ازاي؟ هو في البداية احنا ما كناش متخيلين ان هو هيكبر بالشكل ده، ويعني هنلاقي ترحيب وقبول عليه. لما دكتور ريهام قالت لنا عليه احنا طبعا وافقنا ان مضطرين ننزل، مادة لازم ننزل علشان نخلصها وناخد درجات وننجح. بس دلوقتي ما بقتش مجرد مادة هنعملها والموضوع هيعدي وخلاص، لا الموضوع احنا عايزينه يكمل، لان كبر ولقينا فيه ترحيب واحنا حابين الموضوع. يعني احنا بنشتغله بحب، مش علشان حد ضاغط علينا او حد بيطلب مننا كده، لا احنا الموضوع بقى بالنسبه لنا خلاص حاجه مش هنقدر نستغنى عنها. حتى في الاجازه، يعني في الاجازه احنا مكملين يعني الموضوع في مكملين. الاجازه حتى لو ما فيش دراسه هنكمل برضه. طب دكتور، حضرتك حاطه خطه معينه بقى تكملي بيها المشروع او تكملي بيها المبادره دي؟ بإذن الله إن احكي لي شاء عن الله. فكره المبادره. يعني انت اكيد ليكي اهداف منها، واكيد عايزه توصلي منها لحاجه معينه. وكلمتيني عن 3 محاور 3 اساسيين محاور، في المبادره، فممكن تكلميني عن كل حاجه فيهم؟ احنا ابتدينا بالمحور الاول اللي هو تجميل، ابتدينا نجمل اجزاء في القاهره في البلد. المحور الثاني تعليم بعلم ولادي يقدروا يعلموا غيرهم، فيعلموا غيرهم، يعلموا الناس المحتاجه. احنا نزلنا فعلا ابتدينا نعلم ناس قادره ان تعلم ولادها. نزلنا مجموعه من المدارس الخاصه، تفاعلوا معاهم وابتدوا يعلموهم ازاي يستخدموا اللون ويستخدموا الخامات ويعملوا منها ريسايكلينج للحاجه. طب دول اهلهم قادرين يعلموهم، طب والفئه المنخفضه اللي ما يقدروش يعلموا ليه يعني ما عايزه يتعلموش؟ تعملي التجربه دي تبقى في المدارس كتعليم للاولاد في المدارس. في المدارس الحكومه وفي غير المدارس. يعني احنا واحنا واقفين على الشغل في الشارع بيجي لنا مجموعه من الولاد احنا كمان عاديين ممكن جدا. نعرض الصور دي ونشوفها قدام حضراتكم علشان برضو تبقوا معانا في الموضوع. اتفضلي كملي. ولاد عاديين معديين اللي هم بيقعدوا يبيعوا الكلانكس او بيشحتوا او الكلام ده، وهم وقفوا وتفاعلوا معاهم وكانوا بيتكلموا معاهم في اللي بيعملوه. طب الولاد دول حقهم ان هم يتعلموا. ايه المشكله ان انا اعلمهم واديهم مقابل ده اجر طيب يستفادوا منه؟ بحارب التسول، بحارب البطاله، بحارب والنهوض بالذوق العام كمان، بالظبط. والتطوير فكره التذوق الجمالي ده المفروض ان هو يبقى بعلمه هو لهم. اصلا كان في ثقافتنا. كان في ثقافتنا والايام دي ما بقاش موجود، مش شايفينه. فانا ابتديت اعمل له ريفرش كده بسيط، فلقينا المقابل كويس والناس متقبله، فمكملين بنتفاعل بيه مع المجتمع. يعني انا الفتره الجايه هخاطب كذا جهه عشان برضو ذو الاحتياجات الخاصه، المعاقين لهم حق علينا ان هم يحسوا ان هم موجودين في الحياه. ايه المشكله ان هم يشتركوا معانا ويتعلموا ويعلموا؟ بتلاقي معوقات في انك انت تاخدي مثلا الموافقات من جهات حكوميه او من هيئات خاصه، او بتلاقي اي صعوبات ولا بيتبسطوا بالموضوع؟ يعني بالنسبه بيساعدوا؟ للتجمع الخامس الدنيا كانت حلوه ومرحبين، والجهاز المدينه لكل الشكر رحبوا وادانا كملوا. في اسكندريه خدت موافقات من حتت برضو وعايزانا ننزل نشتغل. ناويه تنشري الموضوع ده في المحافظات؟ في كل محافظات مصر ان شاء الله. طب هايل. يعني احنا نتمنى ان احنا نسمع ونستضيف حضرتك، ويا ريت وننزل حضرتك معاكي لو ونصور تقدري الكلام تساعدينا ده في حاجه. في اوكي، المحافظات. يا ريت. اكيد اي حد هيقدر يحاول يعمل اي حاجه يساعد بيها او ينمي بيها الذوق العام اكيد مش هيتاخر ابدا، واحنا مع حضرتك ومكملين دايما في اي حاجه ايجابيه ان شاء الله. طيب انا يسرا كنت عايزه اعرف انت ايه حلمك بعد كده، او ايه هدفك؟ يعني مثلا بعد ما تتخرجي ناويه تعملي ايه؟ هتكملي في نفس المجال اللي انت فيه ده بنفس الشكل ده، ولا هتاخدي طريق تاني ولا ايه؟ انا الاول عايزه اعرف طبيعه الدراسه في الكليه، القسم بتاعك بالذات. هو بيضم كذا حاجة، يعني كذا تخصص في تخصص واحد. هو يعني أنا شايفة إن هو من أصعب التخصصات، عشان هو لامم حاجات كتير. زي مثلا احنا بندرس انيميشن، بندرس خامات كمان كتير، بندرس حاجات في الجرافيك مع الخامات بقى كخزف، ازاز، موزايك، الوان بانواعها كلها.
انا حابه ان يبقى كل ده في قسم واحد، نبقى احنا بنعمل بيه هاند ميد لكل الحاجات دي. دي حاجه حلوه جدا، انا معجبه بالموضوع ده جدا. طيب والخامات اللي بتستخدميها او بعدين يعني بعد كده، انه لو حبيتي ان انت مثلا تاخدي المشروع ده وتعمليه انت بنفسك مثلا على جزء في محافظة، هتعملي المشروع ازاي؟ ولا ناوية تكملي برضو مع الدكتور ومع أصدقائك؟ في المبادره لا طبعا مكمله. لا انا كشغل حاجه، والمبادره دي حاجه تانية. انا لسه قايله لحضرتك المبادره مش شغل ومش حاجه اجباريه خالص. احنا مستمتعين جدا، بدل ما نبقى كشك شكله وحش، مكتوب عليه حاجات مش حلوة بعد كل المشاكل، فبنشيل الحاجات دي بننضفها وبنخلي حاجة حلوة. فمش مفيش حاجة وحشة في الموضوع، فبنعملها بكل يعني حب ورضا، مفيش مشكلة خالص. لكن الشغل ده حاجة تانية، ده يعني هتتخصصي في ايه؟ يعني ناوية مثلا، انا اللي فهمته انه في مجالات كتير في دراستك، فممكن تبقي مثلا تقدري تصممي اعلانات، بالظبط تقدري مثلا تبقي انتيريور ديزاين اللي هي الديكورات الداخلية مثلا. تمام. بيدرسوها في القسم عندهم. ما انا اللي انا داخلي فهمته ان وخارجي بيدرسوا كل بيدرسوا كل حاجه. الكلام ده. القسم زخرفه قسم شامل، كل الاقسام عندنا في الكليه. هو بيقولوا عليه الجوكر، اه جوكر الاقسام. يدخل في كل حاجة. بيشتغل في كل حاجه. طب احمد، غير اكشاك الكهرباء انت شايف ايه تاني اللي ممكن يتجمع؟ طبعا احنا محتاجين تجميل كتير في حياتنا وفي كل الشوارع، بس ناويين تاخدوا ايه بعد اكشاك الكهرباء؟ ممكن مثلا سور مدرسه، سور الكليات، تملي بنشوف عليها رسومات عاديه او هيبقى ساده. ليه ما نعملش حاجه زي دي بتعبر عن المكان اللي معمول عليه الرسم ده؟ يعني طب قولوا لي، مين اللي بيعمل الديزاين؟ انتوا بتقعدوا مثلا تعملوا اجتماع مثلا او ورشه عمل وتقعدوا تشركوا افكاركم مع بعض هي علشان دكتورة تتفقوا ريهام، على ديزاين في الاخر مثلا؟ الدكتور بتطلب مننا تصميم على حسب طبيعة المكان. يعني بنوظف التصميم صح على حسب طبيعة المكان اللي هيتعمل فيه. بعد كده بنعرضه عليها. طبعا كل الطلبة بتعمل ديزاينات. حاجة زي تصويت مثلا، خلاص التصميم ده عجبنا بنبدأ تنفيذه. بنشوف طبعا مساحته هيتنفذ على كام في كام، وبنشوف الخامات المطلوبة وبنبدأ تنفيذه. انتوا ايه السور اللي انتوا شغالين عليه دلوقتي؟ انتوا شغالين سور دلوقتي على المعهد حاجه سور المعهد عندنا في التجمع الخامس. ومختارين له ايه بقى؟ يعني علشان اكيد حاجه هيبقى ليها علاقه وتتناسب مع الكليه والقسم والفكره. هي بنت وولد ماسكين فرشة بيلونوا الدنيا وبيلونوا. يعني حاجة بتعبر عن المكان، فنون تطبيقية. وبتعبر عن المبادره. وايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ يعني ايه اللي يعني انتوا بداتوا باكشاك الكهرباء ودلوقتي بتعملوا سور المعهد أو بعد سور كده الكليه، بعد كده هناخد هتعملوا إيه؟ الاحياء حي حي هناخده كامل نخلصه علشان الشغل يبان مره واحده. يعني اكشاك كهرباء تليفونات سور كوبري، كل اللي يقابلنا ونشوف ان هو محتاج يتلون هنلونه. طيب هو دلوقتي الخامات اللي بتستخدموها او بتضحك واضح ان الموضوع ده فيه كلام. يعني الخامات دي بتتوفر منين؟ انتوا اللي بتوفروها احنا بنفسكم بندفع ولا كمان. الكليه بتوفرها لكم ولا في جهه معينه؟ لا، الولاد اللي بيدفعوها وبيوفروها وبيشتغلوا بيها. طب ده عشان دلوقتي النطاق يعني لسه عشان صغير، لسه موضوع صغير. لسه صغير. طب هو هيكبر المفروض، يعني انا فاهمه من حضرتك ان انت هتوسعي في الموضوع ده، هتنشري الفكره. طب بعد كده هيبقى بصراحه هتبقى يعني مكلفه. دكتور خالد العميد قال ان هو ممكن يساعد معانا، الاكاديميه تساعد معانا ان هي توفر لنا الخامات. الحي لما ابتدينا نشتغل قالوا ان الناس مرحبه جدا وان هي تشارك بالخامات. كله لغايه دلوقتي يعتبر كلام، لسه ما شفناش فعل. لكن ما جربتيش مثلا انك انت تروحي تطلبي تعرضي الفكره والمشروع ده مثلا على جهات معينه في الدوله؟ ممكن يكون مثلا رجال اعمال هتعجبهم الفكره جدا، بما ان في ناس كتير ايجابيين. خاطبت ناس منهم اللي رفضوا ومنهم اللي رحبوا جدا وناويين يكملوا معانا. طب هاي وخاطبت جهات زي الشباب والرياضه، والمفروض ان يبقى في مقابله قريبه ان احنا نتقابل ونتكلم فيها. كمان المحافظين مثلا لو هتطلعي بالموضوع ده على لسه تكملي في المحافظات، هل المحافظين مثلا يقدروا يساعدوا في حاجه زي دي؟ المفروض ان الخطوه الجايه
ان انا اقابل المحافظين عشان نشوف هنبتدي في انهي محافظه. ممكن كل ولد من ولادي، احنا مجموعه من كل مكان، فممكن نخاطب محافظات الولاد موجودين فيها مجموعه ويشتغلوا فيها. انتوا من محافظة القاهرة ولا في؟ لا انا مغترب، انا اصلا من المنصوره، بس طب في فتره بتفكر الضياع. تعمل حاجة معينة للمنصورة؟ طبعا بفكر، لان انا لما عشت في التجمع تقريبا ما كنتش اعرف اعيش في المنصوره. العشوائيه فيها بنسبه كبيره، مفيش تخطيط عمراني صح، فبالنسبه للتجمع لا، مش هينفع نقارن طبعا. فاتمنى لو انا نزلت في اجازه قريبه الاقي فيه ايجابيه وتفاعل، يعني حتى يعني احنا مش طالبين حاجه من حد، بس لما نشتغل يا ريت يعني نلاقي ايجابيه، سواء مثلا لو في طلبنا من محافظ، من رئيس حي، يعني ما يعقدش الموضوع، لان الروتين بيقتل الشجاعه والتفاعل اللي عندنا. انا ببقى متحمس للشغل، لو عرضت الفكره عليه مثلا، طيب استنى لما اعرضها على فوقي ويجي لي الموافقه، الموضوع بيكون خلاص، ما انا فقدت يعني الرغبه ان انا اشتغل. لو مش عايزين يشاركونا ماديا يسيبونا نشتغل، ما يعني هي دي النقطة اللي يدونا، أنا كنت عايزة أسأل عليها، يعني إذا يدونا إنه ما الموافقات، فيش مش عايزين تكاليف اي حاجه مادية تانية. وإنه ما فيش حاجة معينة هم أي جهة هتقدمها، إيه اللي ممكن يعني يخليهم يرفضوا الموضوع المعوقات زي بقى ده؟ والروتين، وطب واسال، طب اجيب الموافقات، طب سيبونا نشتغل. ولو هو مش عايز يدفع بيعقد الموضوع علشان انا ما اشتغلش. طيب يعني سيبني اشتغل وانا هدفع. يعني جربتوا فعلا يا- وحصل ده؟ كان رد انا رحت فعل من مكان جهة ما معينة؟ اول ما شافوا الشغل، لا وتعالي وحالا وتعالي وعايزينك وعايزينك، رحت وقلت لهم المفروض ان انا جايه وانتوا جايبين الخامات. قالوا طب اكتب لنا ليست بالخامات، كتبت. طب اما نجهزها بقى نكلم حضرتك. لقوا ان هيدفعوا، مع ان اللي كان هيدفع ولا حاجه بالنسبه للولاد، طلعوا ودفعوه واشتغلوا بيه. هي دي كمان روح هايلة جدا ان انتوا تفكروا ان انتوا تعملوا حاجة بنفسكم. هي التكلفة هي نفس التكلفة، يعني هو مثلا لو بيدهن البوكس ده لون سادة رصاصي، طب فيها ايه لو انا مثلا مش هعمله كله سادة؟ لا، اعمل مثلا اتفاقية ما بيننا ان احنا نيجي نعمل لك ديزاين، نختار الالوان ونفذها انت. لو احنا يعني مش عايزنا احنا ننفذ، لا بس يبقى في تعاون، علشان ما بقاش انا ماشي مثلا في الشارع شايف ان ده رصاصي سادة اصلا، شكله كئيب، مش حلو. طيب يعني هو طبعا انا يعني بحييكم جدا، يعني وده يعني نماذج هايله من الشباب، وطبعا انتم محظوظين بدكتوره ريهام ودكتوره ريهام انا اللي محظوظة محظوظه بيكم. بيهم فعلا، واحنا فعلا يعني. بنتمنى ان النماذج دي تكون منتشره في المجتمع كله الحقيقه، مش في مجال واحد ومش في نطاق واحد. هو عمل تطوعي مننا، يعني احنا اولا ما حدش عمل بيدفع لنا فلوس أصلاً. تطوعي، ثانيا جمالي، ثالثا هو بيخدم محاور كتير قوي اجتماعيا وتعليميا واخلاقيا وذوقيا، يعني هي حاجه هايله بصراحه. احنا بنشكركم وعايزين كمان نستقبل بقيه يعني النماذج اللطيفه الايجابيه اللي موجوده معاكي، يعني طبعا على حلقات مختلفه ان شاء الله، وهنتابعك في المشاريع اللي هتقومي بيها ان شاء الله. وهنطلع دلوقتي فاصل ونتفرج كمان على بعض الانجازات اللي انتوا عملتوها، وعلشان كمان الساده المشاهدين يعرفوا انه في حاجه اسمها انه الحياه بتتلون. بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبرحب بنموذجين من الشباب معايا. اتفضلي حضرتك. اسماء عمر، قسم زخرفة، الفرقة الثالثة في مبادرة العشرة بالألوان طبعا. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. حسين سليمان، قسم الزخرفة، الفرقة الثالثة. من أول ما طلعنا للمبادرة احنا في الشارع يعني. انتوا من الأوائل يعني. من الناس اللي ما هي الدفعه دي اللي باديه بفضل المبادره. دكتور ريهام طبعا. ده انتوا يعني انتوا المفروض ان انتوا هتبقوا ماسكين راية التجميل راية والتطور المبادرة. والارتقاء بالذوق كل الكلام ده. طيب انا كنت عايزة أسأل دكتور ريهام، هو المبادرة أكيد هي طبعا المحاور اللي حضرتك اتكلمتي فيها دي حاجة عظيمة جدا وإيجابية جدا، بس أكيد أنت حاطة لنفسك أهداف، يعني في أهداف معينة عايزة بعد ما المبادرة تاخد وقت طويل علشان تخلص، وخصوصا أن أنت ناوية تطلعي بيها للمحافظات احنا كلها. مش عايزينها تخلص.
لا أنا مش يعني هي مش هتبقى ناوية بعد ما تخلصي بعد ما أخلص ما احنا إن شاء الله نلف بيها المحافظات. ان شاء الله. يعني في دماغي وربنا يقدرني إن هي تبقى مؤسسة مبادرة عيشها بالألوان للتعليم وللتجميل والارتقاء بالذوق. طيب كنتي بتكلميني على انه حلم من احلامك انك انت تعمليها مؤسسه. كلميني بقى، احكي زي ما يعني ما الموضوع جه في دماغك بالظبط، ما هي ونفسك ازاي المؤسسة تحققي على أرض محتاجة الواقع. أفراد ومكان. الأفراد الحمد لله ربنا مديني خيرة الشباب يعني، طبعاً. وهم حابين الموضوع ومحبين إن هم يكملوا. فالأفراد موجودة والجانب التعليمي موجود، أو الخامة اللي هيشتغلوا بيها موجودة. فأنا دلوقتي الموضوع إن احنا نوفر مكان، حتى لو أوضة، لو جاردن، لو روف، أي مكان إن احنا نوفره ونشتغل بيه مؤسسة، عشان أقدر أنفذ مع التجميل اللي بشتغله في الشوارع، أقدر أنفذ الجانب التعليمي. طب بالنسبه بقى للجانب التعليمي ده، انا حابه ادخل مع حضرتك في يعني في تفصيله كده صغيره. اتفضل. لانه احنا دايما بنسمع انه في مدارسنا حصه الرسم. وممكن يكون في المدارس مثلا الدولية بنسمع عن حصة المجال الفني، ودي بيبقى موضوع تاني خالص عن اللي بيتنفذ فعليا في المدارس الحكومية أو حتى المدارس الخاصة، بس الحكومية برضه. تقولي لي احنا بنتكلم بعد إذنك، أنا يعني هكمل معاكي النقطة دي، بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع لكم تاني. الحدث اليوم، كل اللي نفسك فيه. ورجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا معنا دكتورة ريهام في السؤال بتاع انه ازاي احنا ممكن نوظف مبادرة زي دي مع التعليم، او ازاي انه حصص المجال الفني في المدارس. وطبعا هنتكلم عنها من ناحية المدارس الحكومية اكتر، لانه الحصص دي في المدارس الدولية بياخدوها زي ما المفروض، تقييم وابحاث وكل حاجة. حضرتك شايفة ايه في الموضوع ده؟ المدارس الحكومية طبعا الغالبة في البلد، أو الفئة المتوسطة اللي تقدر تدخل فيها أولاد. في بعض الأحيان بتتلغي الحصة علشان حصة تانية مهمة، وبيقولك الأرت مش مهم، لا أنا أخد حصته واشتغل. طب ليه أنا ما نميش الذوق من وهو طفل؟ أعلمه اللون بيعمل إيه في نفسيتك، تستخدمه فين. حتى لو أنت متضايق ومسكت ورقة وقلم ولونت هتحس بالراحة.
ليه ما اديش بروجكت معين واقول له اشتغل، بدل ما يبقى الموضوع التعبيري ارسم حاجه عن مصر، موضوع زخرفي اي عيد من الاعياد اللي احنا طالعين من زمان بنعرفهم ولغايه دلوقتي شغالين. اه لا ده لازم فعلا ده شغال من زمان قوي، من زمان سنين قوي. طويله يعني. طب ما اطور ده، بدل ما يبقى برضو المناهج في الرسم الاسئله هي بتتكرر من عشرات السنين. طب ما انا ابتدي اقول حتى عن الفنانين الجداد والفنانين العالميين، ونبتدي نعلم حتى لو اخذنا بعض النماذج من اعمالهم وحطيناها لهم، ايه المشكله؟ لا وكل ده بيأثر طبعا على الذوق العام، بيأثر على ونفسيتهم النفسيه هم. والاخلاقيات وكل حاجه. يعني لو اهتمينا بالجزء ده في المدارس اكيد مش هيبقى اللي بيحصل في البريك بيحصل بين الولاد. لا وخصوصا ان التشوه والعشوائيه اللي احنا شايفينها في كل حاجه، حتى على فكره في ممكن تكون في مناطق راقيه، يعني حتى لو يعني مثلا اسماء تقولي لي، بما انك انت نموذج من الشباب الناجح واللي بتشوف الدنيا بشكل جمالي وبتحاول ان هي تلون الدنيا زي ما بيقول، تقولي لي مثلا ايه اللي انت شايفاه بيشوه المنظر العام بشكل ممكن، يعني لو ما عملناهوش اكيد الدنيا ممكن تبقى احسن بكتير. لا اول حاجه يعني من تجربتنا ان احنا بدانا نشتغل، اكتر حاجه تعبتنا جدا ورق الانتخابات. طبعا هو يعني دعايات الانتخابات المفروض ان هي تتنظم بشكل تاني، يعني احنا بنتعب جدا عشان نشيلها يعني مش ده مكانها الصح، مش مكانها الصح ان هي تكون في اي مكان، في اي جدار، في اي كشك كهرباء. فده طبعا يعني احنا مش مفيد في المكان دوت. يعني انت شايفه ان ممكن الموضوع يتعمل بشكل احلى من تجميلي كده، اكتر، بحيث يعني ان هو جمالي يبقى ومنظم اكتر، يكون المكان شكله جميل بيتنظموا مع منظمات تتابع الموضوع دوت متخصصه يعني. بالظبط. احنا يعني كطلبه قمنا برضو بالمبادره وقمنا بحاجه جميله. ما عندناش مانع ان احنا في اي انتخابات او في اي حد عايز يعمل يعني مثلا اعلانات، او في حد عايز يوصل رساله معينه، ان احنا نبدا نشتغل على فكر ديزاين معين نقدر نوصل بيه الرساله اللي احنا عايزين نوصلها، وفي نفس الوقت بشكل جميل، بشكل اسلوبه محترم راقي، مش بنفس الفكره العشوائيه. وقبل ما برضو ما نبدا نشتغل في الشارع، او قبل ما نبدا نشتغل على جدار لكوبري او حيطه في شارع او كابينه كهرباء، لازم نكون واخدين الاذن عشان يعني نبقى ماشيين الخطوات صح. مش بننزل نشتغل كده وخلاص. في غيرنا كتير نزلوا اشتغلوا وخلاص ما ظهروش او ما بنوش، لان كانت الفكره ان هم ما نزلوش صح او ما بداوش من البدايه ان هم فكره انه يعني ناخد تصريح من الجهاز المعني او الحي اللي موجود. احنا الحمد لله قدرنا نعمل ده بمساعده الدكتور ريهام. لقينا لما بنشتغل رسمي لا الموضوع شغال جد اكتر. اكيد طبعا. لاقيين العائد بتاعه حاسينه اكتر وفي كذا مكان يعني طيب هي في صوره دلوقتي بتتعرض هنا على الشاشه، عايزاكم تكلموني عنها. ده كشك كهرباء صغير. ده احمد حسن اللي كان معانا الفقره اللي فاتت. ما تخيلتش خالص انه ده كشك كهرباء اصلا. دي كابينه تليفونات صغيره شويه. الفكره بتاعتنا حبينا نغير برضو، يبقى في تنويع في التصميم، ما يبقاش يعني ديزاين هندسي فقط او ديزاين بوب ارت او ديزاين يعني نوع محدد. لا حبينا ان احنا نبقى فيه كذا عنصر نشتغل عليه، كذا طريقه نقدر نوصل عملنا ده عشان نشوف بقى ده هيتفهم في المجتمع ولا هيبقى واتفهم. لقيت لا لقينا رد فعل كبير جدا من الناس عايزه تتصور جنبه، عايزه تشوف النتيجه لما يخلص ايه. يعني احنا بنبدا مثلا الشغل، مثلا البوكس مش بيخلص في نفس اليوم، يعني بياخد مراحل شغل معينه علشان احنا بيبدا بننزل في المحاضرات بتاعتنا. طب بما ان احنا اتكلمنا عن الدعايات والشكل الغير جمالي والغير حضاري والعشوائي اكتر حاجه في ايام الانتخابات، طب الاعلانات، يعني الاعلانات بقى شايفينها ازاي؟ الاعلانات اللي موجوده في الشوارع واليوفات وكده، لان انت كنتوا بتكلموني عن الموضوع ده قبل ما الاعلان بيكون هادف، بيتكلم على المنتج بشكل يليق بينا، يعني يليق بالمشاهدين اللي بيتفرجوا فيها. لكن طبعا دلوقتي المنظومه اتغيرت خالص، واحنا عايزين يعني اعلانات زمان كانت بتاثر فينا وكنا بنحب نتفرج عليها، دلوقتي احنا بنقلب التلفزيون اول ما بيجي اعلان. طب انا هتكلم الاول عن الاعلانات اللي موجوده في الشارع. بتشوفوها ازاي؟ هي بقت الفكر، يعني دلوقتي كله بيفكر ازاي زود اكتر تكسب اكتر. بس هي الفكره مش في كده، الفكره ان انا ممكن اعمل اعلان واحد بفكره معينه اقدر اوصل بيها الرساله اللي انا عايز اوصلها، هتفيدني اكتر من ان انا اكتر مثلا اعمل 100 ورقه او 100 اعلان في مثلا على طريق دائري، طريق سريع مثلا، بتبقى اليوفط بجد كتير قوي، ممكن تؤدي لحوادث، ممكن لا يعني حتى لو كتير المفروض ان الاعلان
ما يبقاش بسيط. مثير للاعصاب بالمنظر اللي بقينا بنشوفه. كل واحد عايز يعمل المحتوى اعلان. يعني قصدك حضرتك المحتوى الاعلان. المحتوى الاعلان والالوان. فليه ما نرجعش للمتخصصين؟ احنا عندنا كليات فنون كتير وكلنا بندرس الاعلان. يعني احنا عندنا الزخرفه بيدرسوا اعلان، يعني في قسم غير قسم اعلان، عندنا في نفس القسم بيدرسوا ازاي يستخدموا الاعلان. يعني انتوا تقدروا تصميم. مثلا تعملوا اعلان أكيد. يعني مثلا يصمموا تقدري إعلان. تصممي اعلان نقدر نصمم اعلان سواء طبعا اذا كان اعلان على اليوفط على الخارجيه في آه. الشوارع او اندورز اعلان او اندورز اوت او اوت دورز. ومتحرك وثابت. وبالفعل فينا اللي شغال بره في كذا مجال، انه او في كذا مكتب حتى دعايه واعلان، بنقدر نعمل ديزاينات بتبقى بتاعتنا احنا، بتنزل في الشارع والناس بجد يعني بيشتغلوا عليها. احنا الفكره عندنا بندرس ازاي نوصل الرساله اللي احنا عايزين نوصلها عن طريق الفكره اللي احنا هننتجها. فبنبدا قبل ما نحط خط في ورقه نبدا نشتغل عشوائي، لا نبدا نشوف 1 2 3، يعني نبدا نشتغل على خطوات مدروسه. احنا فاهمين ديزاين مش يتحط كده باي معايير، لا في معايير معينه. في انا هخاطب انهي فئه عمريه. يعني احنا في بدايه الماده مع دكتور ريهام كنا بنشتغل بننزل حضانات، بنتعامل مع الطلبه، اطفال لسه صغيرين، ازاي نخليهم يشتغلوا يعني مش اي حاجه يستخدموها ويخلصوا استخدامها انه تترمي، لا ازاي يعملوا ريسايكلينج للحاجه دي. يعني المتاح ليهم، المواد المتاحه ليهم يقدروا يستخدموها كلون كورقه قديمه، حتى يقدروا يشتغلوا بيها، يعيدوا تاني تدويرها تدويرها بحيث ان هي اشتغلنا معاهم، عملنا شكل من الكاوتش البافات يعني اماكن برضو يشيلوا فيها لعابها كتخزين. اشتغلنا معاهم في جداريات هم بنفسهم الاطفال اللي بداوا يلونوها. بدانا نحط معاهم ديزاينات بسيطه كده ويعني سهله عشان برضو يفهموها ونعرف هم يطلعوها بالوانهم وبطريقتهم. وحاولنا نخرج زي ما الدكتور قالت بره، مثلا عايزين نرسم ديزاين عن حرب اكتوبر، نرسم بقى العساكر والجنود والدبابه والصحراء، لا عايزين نخرج يبقى في فكره اكتر من يعني اكتر من المعنى المادي بيبقى عايزين ملموس حد فيها. يوجهنا. يعني احنا دكتور هام الحمد لله احنا بنشكرها جدا عشان بجد. هي وجهتنا وطلعت الافكار اللي جوانا. عايزين ده يبقى عام على كل المستوى التعليمي طبعا. يعني انا لأن كنت لسه حالا عايزه اقول لك انت تقولي ايه بقى للشباب مثلا، او في كافه المجالات على فكره، مش ضروري في المجال ده بس، تقولي لهم إحنا لما ايه لما بنعمل يبقى عندهم فكره وعايزين يطلعوها، يفكروا خارج الصندوق ويبدعوا. احنا تقولي لهم في جوانا افكار كتير، بس عايزين حد يدعمنا، عايزين حد يقول لنا انت هو تقدر تعمل حاجه. حد تشجيع لما يعني، هو فكرة انا ما تشجيع. خاطبش بعد اذنك الشباب يا دكتوره، بس انا اخاطب المسؤولين عن الشباب، اخاطب اللي بيحبط عندهم العزيمه وان هم يعملوا اللي عايزينه وينفذوا ادام تنفيذ ايجابي وفي اتجاه ايجابي للبلد. مش شرط ان انا جوه الكليه ادي محاضره وذاكر من الحته الفلانيه للحته الفلانيه وخلاص. انا كنت بدي مواد نظري السنه دي في سنه معينه، حولت النظري لعملي علشان انا عارفه ان الجانب العملي بالنسبه لهم اهم وحابينه، فاكثر حده النظري بان انا اشغلهم عملي مع النظري. هو في كل الاحوال اكيد انه كسر الطاقه السلبيه تفرق جداً. وخلق طاقه ايجابيه، ده بحد ذاته بيعمل موتيف او بيعمل تشجيع. ده كمان بقى لقيناه، واللي مخلينا عندنا اصرار ان احنا نكمل رد الفعل اللي لقيناه من الشارع. بجد احنا ما كناش مصدقين يعني ان كميه الناس دي بجد بتدور علينا. الفيسبوك، تويتر، ناس كتير يوتيوب بيتكلموا علينا بالمناسبه عندكم صفحه بقى عندنا صفحه على عيشها الفيسبوك، بالمبادرة ولا عيشها بالألوان. مبادره هاشتاج عيشها بالالوان على الفيسبوك، وبنرحب باي حد عايز يشارك، بنرحب عيشها باي بالألوان. عيشها بالالوان على اليوتيوب وعلى وعلى الفيسبوك، الفيسبوك. وبنعمل قناه خاصه بعيشها بالالوان على دي اليوتيوب. جديد، دي حاجه لسه حتى بتشتغلوا دي عليها شغاله يعني. عليها دلوقتي، واول ما تنزل هنزل اللينك بتاعها على الفيسبوك على عيشها بالالوان عشان يبقى في تواصل. اي حد عايز يكمل معانا ويشترك معانا يا ريت، بنرحب بيه. يعني المبادره مفتوحه حتى طبعاً. من خارج من خارج الكليه او الكليه من جت خارج في ما انا بقول مدارس لحضرتك كتير. احنا عايزينها مؤسسه. هي مش طبعا هتقف- فكره انها مش مؤسسه هتقف دي علينا بس. وان شاء الله عايزة فعلا هي دي الفكره، ان احنا حابين دراسة نكمل مع الدكتور لحد مثلا ما نوصل فعلا ان احنا نبقى حد هتشتغلوا في المؤسسه دي. هنشتغل في طبعاً. المؤسسه، لا، هم واحنا هتبقى قايمه أساسيين بينا. أساسي ومكملين بتاعها معاها طبعاً. هتبقى قايمه أساسي بينا، يعني فعلا ان احنا نوصل لليميت ان احنا بجد بقينا حد مسؤول عن حاجه معينه بتفرق في الشارع، بتفرق في البلد بتاعتنا. احنا بجد حابين بلدنا وعايزين نغير فيها بعد ما احنا نقدر. بدأنا. احنا موجودين يعني كشباب، احنا موجودين ومستعدين نشتغل حتى لو في دراسه، في اجازه، في اي وقت احنا حابين نشتغل، لان حابين نبقى فارقين في البلد مش سلبيين زي ما
كتير والشباب عموما هو اللي احنا برنامجنا اساسا اسمه كون ايجابي. تمام. وانا يعني هختم بالكلام الحلو الجميل ده، تمام. انه احنا مش عايزين اي حاجه سلبيه في حياتنا، واي حاجه سلبيه حتى بنلاقيها نشتغل عليها ونطورها ونحاول نخليها ايجابيه. وهاخد الهاشتاج بتاع الصفحه بتاعتكم عيشها بالالوان، وبقول لكم كلكم طيب. احنا قبل ما نختم في مداخله جات لنا على اخر لحظه. مين معانا؟ الو الو، ايمان. الو، ايوه. اهلا، مساء الخير، ازيك يا ايمان؟ مساء النور. الو. اهلا اهلا بحضرتك، اتفضلي. سامعاني كده كويس؟ ايوه، سامعه حضرتك. اتفضلي. انا احد طلاب الفرقه الثالثه، اللي بفتخر ان انا في زميلتكم؟ الفرقه دي جدا. بحيي صحابي واللي في الاستوديو، وبحيي دكتور اللي بجد انا فخوره ان انا ان هي درست لي في يوم من الايام. انا اللي فخوره بيكي والله. وبجد فخوره فعلا ان انا واحده من الطلاب اللي شاركوا، اللي بقوا من رواد المبادره دي. اكتر الناس اللي تعبت معانا امان فعلا. قولي لي يا ايمان، ايه رايك في المبادره دي سريعا، لانه طبعا انت للاسف اتكلمتي في اخر الحلقه ووقتنا ضيق. فقولي لي، تحبي تقولي ايه طيب للشباب؟ انا عارفه طبعا اكيد انت هتبقي فخوره بالمبادره اكيد. تحبي تقولي ايه للشباب؟ احب اقول لكل يعني لازم تبقى عضو عامل في الحياه اللي انت عايش فيها. فحاجه بسيطه جدا ان انت تحافظ على البيئه من اللي حواليك يعني. فاقل حاجه ان انت تنظف وتجمل. دي مش حاجه صعبه ان انت تعملها، تحافظ على البيئه اللي حواليك. بشكرك جدا يا ايمان على مداخلتك دي وعلى الكلام الحلو اللي انت بتقوليه ده، وهو مظبوط 100%. لنا اي حد فينا لازم يبقى عضو عامل وفعال في المجتمع في اي حاجه بيعملها. وانا شايفه انه اخلي اسم المبادره بالالوان، لانه هي كلمه جميله قوي وكلها امل وتفاؤل. واحنا كنا سعداء بيكم النهارده، انا سعدت بيكم جدا، وان شاء الله مش هتكون اخر مره. ويا ريت حضرتك تبلغينا باي تطورات، اي حاجه جديده، اي مشروع جديد. بطالب من هنا ان اي حد بيقول في بطاله ومش عارف اشتغل ومش لاقي وقت، اتفضل شرفنا واحنا هنوفر لك شغل وهنوفر لك ازاي تجيب تفتخر بيها. والله احنا اللي بنفتخر بيكم. ان شاء الله هيكون دايما بالتوفيق، وهتكون دايما يعني كل المجهودات اللي انتم بتعملوها دي هتبقى مكلله بالنجاح ان شاء الله. وهنتابعكم وتابعونا، واي حاجه نقدر نعملها طبعا مفيده او تفيدكم في المبادره اللي بتعملوها او في المؤسسه اللي حضرتك عايز تعمليها يا دكتور، اكيد ما حدش هيتاخر ابدا يعني. واكيد مصر بالالوان احلى واحلى بشبابها. هي مصر دايما احلى بناسها. وانا كنت سعيده بلقائكم النهارده، واتمنى ان انتوا تكونوا يعني انبسطتوا من الالوان اللي في الحلقه بتاعتنا النهارده. واشوفكم على خير، وكنتوا معايا النهارده مع فاتن شاهين في كون ايجابي.